الناس إن شاء الله تكونوا كاملة بصحة وعافية. صلوا على النبي عليه ألف صلاة وسلام. وقبل ما نبدو الفيديو تاعنا تشتروا أبوني وديروا جيم كيما العادة. دونك اللي بغيت نجيب لكم واحد الغوصات يعني روعة تاع روعة. هذه هي لي طارتوليت ولا لي باركات لي ميني طارتوليت ولا لي باركات كل واحد كيفاش يقولهم. انا نقولهم طارتوليت بصاي. شوفوا انا غادي ندير لكم غير تاع نص طرطال. ديجا انا نهار ما قبل خدمت نص طرطال ونهار دوزيام جو بغيت نكمل نص طرطال باسكو الجين عجبتني بزاف. هادي الغوصه تاعي خالتي دونك عجبتني قلت نسيي غير نص طرطال. ابخي ما سيتها وعجبتني قلت نشاركها معكم. كيما على بالكم توجور حاجه تخرج لي وديني شابه نبغي نسيها معكم. انا عندي نص طرطال تاع دهان 200 عفوا 250 غرام يعني تاع دهان مع 2 حبات تاع البيض. حبات انا عندي بحجم الصغير، الا عندك حجم كبير ديري غير حبه صاي. انا البيض نتاعي حجم صغير يعني نخدم لكم في البول تاع البيتخا باسكو غادي نخدمها في البيتخا غادي نطلعها بيان في البيتخا. ما عندكش بيترا ديري الباتور نتاعك، ما عندكش الباتور دخلي بيان بيدك. المهم اللي تدخلي مكونات صغيره مع بعضياتها. دونك هنايا عندي 4 مغارف تاع السكر ناعم سكر كلاص 4 مغارف كيما راك تشوفي هنايا. علاش انا غادي نخلطها بالبيتخا باسكو كوما ندخلش غايه الدهان تاعي والزيت اللي غادي نديرها مع البيض بيان ابخي العجينه تاعي تبقى تطلق لي داك الزيت. ماشي الفرينه هي اللي تطلق الزيت، حنا عندنا معلومه خاطئه بلي الفرينه هي اللي تطلق الزيت. مي جامي فرينه تطلق لك الزيت اي نوعيه كانت عندك. كوما تخلطش غايه البيض مع الزيوت اللي هم عندك العجينه غادي تطلق لك الزيت صاي. دوك انا درت 4 مغارف تاع الزيت وديتها طلعتها بيان بالفوي كما قلت لك. ما عندكش اختي الباتور ما عندكش بيترا غير بيدك تقدري تطلعيها. مي شوفي كيفاش تدخلي بيان البيض نتاعك في الدهون. وهنا عندي 4 مغارف كبار تاع المايزينا اللي هي نشاء الذره. نشاء الذره علاش نديروها باش تعطينا هشاشه شابه للطرطولات تاعنا ونعطيهم داك البيضات شباب. راح تعاود تخلطها بالبيتخا نتاعي بالفوي كما راك تشوفي هنايا. يعني صراحه البيتا يساعدني خير من الباتور. دوك على بها استعملته. دوكا هنايا اش غادي بديت هنا غادي نلم الفرينه نتاعي. في هذه الوصفه ما فيهاش خميره الحلويات. ديجا خدمت معكم وصفه من قبل درت معكم طارتولات من قبل. هذيك الطارتولات درت فيها خميره الحلويات. من هذه الوصفه اللي عطاتها لي خالتي يعني تجي فريمون هشيشه وفريمون شابه بزاف. وما تغبنكش مام في الخدمه وما تغبنكش حتى كديمو ليها من ليمول تاعك ما تتفتت لك ما والو. دونك هنايا غادي نلم الفارينه تاعي غادي نبقى نلم غير بيديا كما راكم تشوفوا هنايا وما غاديش نعركها. بيان سور باسكو كما على بالكم بالعجينه تاع الصابلي تاعنا دائما غير بيدينا نلموها غير بصبعنا. المهم قولوا لي كي راكم غايه راكم لاباس. انا مش عارفه حطيت لكمش لي فيديو وهذا الفيديو من كان عندي غير باش نمونطيه ولا غير الوقت. دائما نقول نمونطيه ونحط لكم دائما هذا نكتب له ربي باش نحط لكم ان شاء الله. مالك غير راني روطار على بالي ديتو في الكاطو من شاء الله تسيوها هذه العجينه تسيوها. ما تقدروا ديروا بها لي صابلي تاعكم ان شاء الله ديروا لها غير شويه تاع فرفاره اللي هي خميره الحلويات. فوالا لميت العجينه تاعي كما كتشوفوا هنايا راهي فريمون طريه ماهيش يابسه باسكو غير يبست لك وغادي تزيد تقعد لك وتعاودي تخدمي بها غادي تيبس لك وتغبنك. دونك هنايا العجينه تاعي شوفوا هادو الليمون هادو الليمون عندي عشره طويله معاهم ديجا خدمت بهم اليامس وبغيت نخدم معاكم تنيكا هاد العجينه على اليوم ديجا خدنا بهم. شوفوا هادو عندهم 5 سنين هادو الليمون عندي. دي فوا كي نقلعهم دي فوا كي نجبدهم عفوا باسكو عندي ميديتي بزاف. كي نجبدهم دي فوا نقاو فيهم شويه تاع الزيت نقا فيهم كالكحوليه اش نديرهم البنات نديرهم في قدره تاع ما ندير فيها بيكربونات وخميره الحلويات والخل. خليها تطبخ نبغى نقص فيها هذوك ليمون تاعي يطبخوا شويه ومن بعد نحكهم غير بالبروصادون هكاك ما نستعملهاش بروصادون باينه يولوا يشعلوا البنات صراحه يولوا يشعلوا. ما تقدر تستعملي شويه تاع ديري فيه شويه تاع ملح تاني كافن هذاك الخليط تاعك ويولوا لك الليمون تاعك يشعلوا. مهم هادو الليمون 5 سنين عندهم عشره طويله معايا. فوالا تخدمي العجينه تاعك في الليمون عادي كيما راك تشوفي هنايا وتقلعي هذوك الزوائد كاع بيدك هكذاك. فوالا كان طريقه شفتهم بزاف الناس يحلوا العجينه كاع بالوراق ابخي يحطوها في الليمون هذيك تفشى وتدي لك الوقت تدي لك لي شوت العجينه تاعك تبقى غير شغل تلوكي فيها هكذاك شغل تنشف لك وتجيك مع قاصحه من بعد صحيح. دونك هذه هي الطريقه الامثل باش تخدمي لي ميني طارتولات نتاعك. فوالا والحشوه نتاعهم غادي نديرها معكم فريمون سهله فريمون اقتصاديه وفريمون شابه. دونك فوالا هنا بعد ما طيبتهم بيان سور تقبيهم ولا ما تقبيهمش نص تقبتها نص لا وما طلعليش تاني شباب. بالنسبه عفوا للحشو هنا عندي كوفريت الكوفريت استعملت هذيك النوعيه فريمون شابه تاع ماكسون صاي.
ولا تقدري تعوضيها بالفريتي. هنا عندي الطوفية ولا النسلي كراميل اللي ديجا خدمتهم معاكم، راكم نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف الرابط نتاعه باش تخدموه. هنا عندي قرقاع للتزيين. فوالا هاد الكوكاو تاعي هنايا غادي ندير لها هذه شوكولا ابسيل على الطلاء، درتها شويه فما غير مش طلقت روحها، وغادي نلمها يعطيكم واحد القرمشه روعه. تقدروا لكم تعوضوه بالفريتي، ما تقدروا ديروه مكسرات. دوك انا بغيت ندير لكم حشو اقتصادي يعني، ويقطع لكم كميه بزاف. بالنسبه ان هذه القبصه كبيره تاع ماكسون وقيله فيها 250 غرام هكولا، دارت لي تقريبا اكثر من نصف الكميه تاع الطرطولات. عفوا باسكو راني دايره انا رطل ديجا خدمت كميه من قبل وزدت كميه اليوم. دونك كدير لكم قابسه هذه كدير لكم بالنسبه لهذه العجينه، دير لكم تكملها لكم كاع ويبقى لكم منها. دوكا هزت هاد الكراميل تاعي من الفوقه بإيسيو داك الحشو الكوافرات ما تكثروش بزاف باش تلقاو وين ديروا الكراميل تاعكم. ونديروا الشوكولا اللي هنا استعملت شوكولا بالحليب ذوبتها، استعملت شوكولا دادا كما معودتكم البنات ديما نخدم بشوكولا دادا ولا الشوكولاته هذيك ثاني كاملها ماشي بوبليسيتي، انا غير نقول لكم باش كيش ديروها تنجح لكم هذا مكان. دونك هنايا غادي ندير هكداك الطبقه من الفوق علاش ونركز على الحاشيه وكاع باش هذاك الكراميل من بعد ما تسيليش، باسكو درت كونتيتي كبيره انا قطعت لي واحد 120 حبه باسكو نسرطل يقطع لكم يقطع لكم تقريبا 60 حبه هكداك سي بون. لما فتتوش كاع يقطع لكم 60 حبه صاي، ولا تفتتوا ولا ديك هي في الخمسينات 50 58 ولا 100. درت هذاك الشوكولا في الحاشيه باش الكراميل تاعي ما تسيليش باسكو درت كميه كبيره وغادي ندير حبه في حبه في لاباط. دونك انا درت لها تزيين تاع الكركاع من الفوقه. الشيكولا هنا قريب من شفت لي مزيان حكت عليها باسكو كنت فريمون لا ياكل كملت كاع الكونتيتي عاد وليت ندير الشيكولا. فوالا هذه هي يعني اللاصق تاعنا تاع نهار اليوم ميني طرطولات شبن بزاف اقتصاديين والبنه عالميه، بنه روعه. بقى لي غير نقول لكم السلام.